هنعمل النهاردة ستابليه، وهنحتاج ليه ربع كيلو سكر بودر، ونص كيلو زبدة، وتلات ارباع كيلو دقيق 750 جرام، وثلاث بيضات، وفانيليا، ورشة ملح. الملح انا هضيفها هنا للدقيق، وهبدأ اضرب الزبدة اضربها كده لما انعمها بالمضرب السلك قبل ما اضيف السكر البودر. خليها كريمي كده، وبعد كده اضيف السكر البودر لغاية ما تفتح لونها. استمر في الضرب بقى لغاية ما تبقى كريمي كده وناعمة وعملت فوم كده وعليت. انزل الجوانب اللي في الطبق معانا، او سواء كان بتضربي في عجان برضك لازم توقفي وتنزلي الجوانب عشان بتبقى فيه زبدة لسه ما اتضربتش او ما نعمتش. هبدأ بقى انزل بيضة بيضة، انزل عليهم بكيسين الفانيليا. ما تختفي معايا البيضة انزل بالبيض الباقي. انا هنا هنزل بالبيضتين مرة واحدة، واستمر في الضرب. انزل بردك الجوانب عشان لو في حاجة لسه ما اتضربتش. خلطهم مع بعض كويس، الزبدة مع البيض مع السكر البودر، وانزل بردك اي حاجة في الجوانب كده. استمر في الخفق تاني. انا هنا هستغنى خلاص عن المضرب، وهبدأ انزل بالدقيق واخلطه كده واحدة واحدة. مش عايزة اعجن عشان ده من انواع البسكوتات، فمش عايزين دقيق يعمل معانا عرق. شفش معايا البسكوتة. هبدأ بقى ايه الم العجينة بايدي واحدة واحدة كده، بحس ان الدقيق اندمج مع الزبدة وكله دخل في بعضه كده، ولميت عجينتي بالمنظر ده كده. يعتبر انا لميت عجينة السابليه ودمج كل المقادير مع بعض. مش هعجن عشان ما تشدش معانا والبسكوتة تبقى زي العيش بالشكل ده. انا مش هشكل دلوقتي الا لما ترتاح من نص ساعة لساعة في التلاجة، بعد كده اقدر اشكلها. وهنا معايا طرطات، دي ممكن اشكل بيها، وبرضك القطعات او القلوب او النجمة او الشكل وردة. ومعايا اسطبليه صغير ميني ده صغير، اي حاجة قطعي بيها زي ما يعجبك. هبدأ هنا افرد بين كيسين عجينة السابليه. خدت حتة من عجينة وبدأت افردها. بعد ما افردها ابدأ بقى بالقطعات كده، واقطع بالاشكال اللي انت عايزاها. معايا المربعات دي والخينة اللي خلي بالكم مش بتزيد في الفرن، لان احنا مش حاطين اي مواد رافعة، فما تخافيش. بيكنج باودر فمش هتفرش معانا. هنا بقطعة القلب هبدأ اقطع اي قطعة عندك قطعي بيها بالشكل اللي تحبيه. ولين السابليه كده زياد العجينة الزايدة، وابدأ بأي حاجة كده اساعد واشيل الحاجة بالراحة. والقلوب بردك نفس الشيء. وانا بنقل البسكوت ما غيرش في شكله وانقله بالراحة. بعد كده افرد تاني حتة عجينة وابدأ اشكلها. هنا انا فردتها ورشيت رشة دقيق خفيفة عشان ما تلزقش مني. هبدأ اي قطاعة واي شكل انت حباه تقطعي، واشيلها بالراحة كده. احط في الصينية، ومتخافيش ما تسيبي مسافات بسيطة مش هيفرش معاكي. والزيادات اللي بتطلع بلمها بسيط مش بعجنها، وابدأ افردها تاني. هنا هعمل شكل التورتات. انزل بالعجينة على الطرد واطبقه كده على كل واحدة، وابدأ اخليه ياخد الشكل. واي زيادات على الطرد بشيلها
وبالشوكة واغرزها عشان ما ينفش معايا في الفرن وينفخ. بكده انا بمنع ان هو ينفخ في الفرن. في حاجة تانية من غير ما نفرد، ناخد كرة عجينة كده ونبدأ نطبقها على الطرد بتاعنا ونشيل اي زيادات تطلع معانا، وبالشوكة بردك اغرزه. هافرد حتة عجينة واشكلها بردك بالشكل اللي انت عايزاه تشكليها. انا هنا فردة وعاملة قلوب، ابدأ افصلها كده بالراحة واحدة واحدة. ادخلهم بقى الفرن على حرارة 180 على الرف. خد بالنا منه وهو في الفرن. هنا اهو خرج معانا بالشكل ده اهو، الطرطات معايا اهي، كبير معانا والميني والقلوب والوردات اللي انا قطعتها وشكلتها والمربعات بالشكل اللي انت عايزاه، ومعايا شوكولاته سايحه، معايا مكسرات فارماسي. هنبدأ بقى نشكل ونشوف هنعمل ايه. زين باشكال كتيره من الفارماسي، دي اشكال نجوم وقلوب وفارماسي الوان. هبدأ بقى نشكل. معايا هنا كريمه شوكولاته بيها التارت بتاعنا، بالشكل ده. حاول اعمل وردة كده واقطع ونحط مكسرات سواء عين جمل او لوزية او بندقية. اكرر انا الموضوع لغاية ما اخلص معايا كمية. قلب ممكن اغطسه كده في الشوكولاتة. شكلي زي ما انت عايزة. انا هحط هنا فارماسي، ابدأ احط مكسرات عليه عادي. شكلي زي ما انت عايزة وعلى ذوقك. انا هنا احط في البسكوت مربى واقفل عليها بواحدة مفتوحة وازينها بشوكولاتة كده خطوط. هكرر الموضوع تاني، احط مربى وعليها واحدة مفتوحة وشوكولاتة. شكلي زي ما انت عايزة وعلى ذوقك وعلى حسب الامكانيات. بصوا المنظر معانا. هبدأ بقى انا اكمل نفس التشكيل. احط مربى واحط عليها واحدة مفتوحة، احط عليها خطوط شوكولاتة، احط شوكولاتة الاتنين. قلب ممكن اعمل فيه حركة، احط نصه ابيض والنص التاني شوكولاتة غامقة كده. بقى عندي شكل ده. خلص انا الكمية بنفس الطريقة. وهنا خلصنا معانا السابليه. شوفوا شكله جميل، حاجة تبهر ضيوفك وحاجة حلوة لأطفالك، حاجة جميلة في البيت، أنضف وأوفر. بره بالأرقام خيالية. بصوا الأشكال أهي. أنا حطيت هنا قلوب. جربوه يا رب الوصفة تعجبكم. صحة وهنا على قلوبكم.